ازاي تتأكد ان في شخص معين بيحبك؟ والاهم ازاي تتأكد انك اصلا بتحبه؟ ازاي تتأكد ان هو بيحبك؟ هل بسبب اهتمامه؟ لا. بسبب خوفه عليك؟ لا. بسبب كلامه المعسول؟ لا، لان دي سلوكيات برضو الناس المزيفين والفيك بيعرفوا يعملوها كويس. فالسلوكيات دي مش مقياس، ولكن المقياس هي حاجة مهمة جدا. اذا لم يتناقض كلامه مع افعاله، يعني تحس ان كلامه وافعاله ماشيين مع بعض على نفس اللاين، مفيش تناقض ما بينهم، او بمعنى اصح ما يوصلكش لمرحله اللي تقول فيها هو ككلام بيعاملني كامير لكن كافعال بيعاملني كيهودي. او كما قال الشاعر نزار قباني: ما فائده ان تحبني وانت لا تفهمني، تفتقدني ولا تبحث عني، اكون من ضمن اشيائك ولا اكون اهمها. هل انت عبيط؟ اللي بيحبك بجد بيعترف بغلطه ومش بيكابر. هين ولين وقت الخصام والخلاف، مش بيهون عليه زعلك، وبالذات لو هو كان سبب الزعل ده. موجود طول الوقت في حياتك وبيثبت لك ان هو جنبك اكتر ما انت بتطلب. وطبعا دي سلوكيات مش بيقدر يعملها الناس الفيك والمزيفين. ازاي تتاكد انك بتحبه؟ هل علشان مبسوط بوجوده؟ لا. هل علشان منبهر بيه؟ لا. هل علشان عايز تكون جنبه طول الوقت؟ برضه لا، لان السلوكيات دي برضه بتنطبق على الاحتياجات النفسيه والعاطفيه اللي بتكون عندنا كلنا كبشر. ففي الحاله دي ممكن يكون الموضوع بس مجرد احتياج، بس ما وصلش الحب. تتاكد ازاي بقى؟ اذا اتفق عليه عقلك وقلبك، الاتنين كده متفقين عليه جدا. يعني لو فكرت بعقلك بدون مشاعر هتلاقيه مناسب ومتشابه معاك كده، ولو فكرت بقلبك بدون عقل هتلاقي نفسك مش خايف من علاقه ومقبل كده بمنتهى الشجاعه. مثلا لو تقبلت عيوبه مش اتعاميت عنها. والاهم ان لو وجوده ساب جواك اثر كبير جدا، خلاك تحب نفسك اكتر وخلاك تشوف الدنيا بمنظور تاني ومختلف. وافتكر ان الحب الحقيقي بيبدا بعد انتهاء الشغف وبعد انتهاء لحظه وفرحه البدايه اللي اغلبها بتكون مشاعر مزيفه ووهميه. لو انتوا الاتنين فضلتوا مع بعض بعد الانتهاء، مبروك عليكم.